السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. سوفت راوتر فودافون الهواوي. الراوتر ده يا جماعة من شركة فودافون، تابع لشركة هواوي، موديل الراوتر HG 532E. الراوتر ده يا جماعة لو فتحت إعداداته هتلاقي اللي أنت ممكن إن أنت تضيف اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة، بس خد بالك بمجرد إن أنت هتضيفهم برضو الخدمة مش هتشتغل معاك، لأنه له إعدادات خاصة بحيث إنك تقدر تشغله من شركة فودافون لأي شركة تانية. وعلشان تعمل الإعدادات الخاصة ديت لازم تنزل له سوفت شغال جميع الشبكات، ونتعلم إزاي ننزله على الجهاز أو إزاي نعمل إعداداته على الجهاز. خليكم معانا ومستر تك. هنفتح بقى المتصفح بتاعنا ونبتدي الإعدادات الأولية للراوتر هواوي HG 532E، سواء E أو N أو S نفس الإعدادات 192.168.1.1. ده طبعا IP صفحة الراوتر. زي ما انتم شايفين نازل سوفت هواوي، ادي اللوجو بتاع هواوي. تمام. طبعا هنا بنكتب ادمن ADMIN والباسورد ADMIN. تمام، ده اللوجن، وطبعا نازل باللغة بتاعته. تمام. هنا هنكتب 0 اللي هي الفي بي اي، والفي سي اي بنكتب طبعا 35، وبتضغط على طبعا نيكست. هنا التريبل بي احنا طبعا هنشغله مع شركة وي، فخلي بالك الاعدادات دي بتختلف من شركة لشركة، خصوصا ال 035 دي بتختلف من شركة لشركة. هنا طبعا بنكتب اليوزر نيم. طبعا اليوزر نيم ده بتجيبه من الشركة. تتصل بخدمة العملاء وبتضغط 1 للغة العربية، 2 لخدمات النت الأرضي، بتدخل زيرو يعني كود المحافظة مع الرقم الأرضي، وبعد كده بتضغط 1 للتأكيد، وبعد كده بتضغط 1 بيبعت لك اليوزر نيم والباسورد في رسالة. طيب ما وصلوش في رسالة تضغط 4 وبتكلم خدمة العملاء وبيملي لك اليوزر نيم والباسورد تكتبهم معاك، بس طبعا ساعتها لازم يكون معاك البطاقة عشان يتأكد ان انت صاحب الخط. طيب معرفتش تعمل كده بتروح للفرع، اقرب فرع ليك، يفضل يكون فرع فيه دعم فني، وتقول له انا عايز اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة، هيديهم لك. طبعا هنا بنكتب الباسورد، وبعد كده بتضغط على نيكست. هنا بقى ال SSID ده اسم الشبكة. خلي بالكم يا جماعة من الإعدادات ديت مهمة جدا، لو أي غلط فيها الراوتر مش هيشتغل معاك. هنا مثلا وليكن اهي مستر تك. طبعا انت بتكتب الاسم اللي انت عايزه، وهنا طبعا الباسورد طبعا لازم يكون ارقام، حروف، علامات، والحروف كابيتال وسمول. تمام. تكتب اليوزر نيم والباسورد اللي انت عايزهم، او الاسم والباسورد اللي انت عايزهم، تضغط على نيكست. كده انت خلصت الاعدادات بتاعتك. طبعا زي ما انتم شايفين هو نازل بلغة غريبة، بس طبعا زي ما احنا عارفين هنا ستيتيوس، هنا البيزك، هنا الادفانسد، هنا مينتيننس كده. يعني هنا مثلا البيزك اهي، اهو انت مجرد انك ضغطت على بيزك جاب لك الوان، حتى هنا كلمة وان مكتوبة اهي، وان بالانجلش مكتوبة، وهنا اليوزر نيم والباسورد بتوعك اهم، وادي ال MTU اهي، تقدر برضو تعدل فيها لو عايز تعدل فيها، الناس اللي بتحب تغير ال MTU. وادي مثلا هنا اللان اللي عايز يغير في الاعدادات بتاعه اللان بحيث ان هو يشغله اكسس. وادي طبعا الدبليو لان، لو ضغطت فيها كده هتلاقي هنا اهي
ده الباسورد. هتلاقي هنا اسم الشبكة اللي انت كاتبه عشان تتأكد ان هي ديت اللان، وهتلاقي هنا الاس اس اي دي. يعني في حاجات هنا مكتوبة بالانجلش جنب الايه، جنب اللغة الصينية او اللغة بتاعتهم، دي طبعا اللغة الأساسية بتاعت الراوتر بتاعت شركة هواوي نفسها. تمام. فكده حتى كمان هنا في ناس بتسأل على الاي بي تي في، اهي موجودة اهي، اي بي تي في. الناس اللي بتعرف طبعا في الاي بي تي في وبتحب تشغله، اي بي تي في موجود في الراوتر بعد ما نزلنا له السوفت الاصلي بتاعه. السوفت جميل جدا، هيديلك الحرية ان انت تشغل الراوتر مع اي شركة انت عايز. على فكرة الراوتر ده جميل جدا وبيوفر في استهلاك الباقة. اللي عنده راوتر زي ده يعني بصراحة مبسوط جدا بالذات في استهلاك الباقة. يعني ده بيكمل معاك الشهر وممكن كمان يتبقى معاك، لان سرعته متوسطة ولا هي سرعة عالية قوي بحيث ان انت تخلص الباقة قبل ميعادك، ولا سرعة قليلة قوي بحيث ان انت تزهق من سرعة الانترنت. فالراوتر ده جميل جدا يا جماعة، واعداده جميل جدا، وهيوفر عليك تمن راوتر 1700 جنيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة متنساش تضغط لايك، لو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. واي سؤال او استفسار سيبوها لي في التعليقات اسفل الفيديو وبحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. متنسوش الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك ومنصة كواي. محمد موسى، مستر تكنولوجي ومستر تك. شكرا على حسن المتابعة.